هي أول مشوار لولادي على حلب. بعد ما نزلت من لبنان على سوريا صار لي تقريبا شي 5 شهور بالبلد. ايدي واجري رايحة عليها كتير انا لانه بحكم الدراسة. بس ولادي ولا مرة نزلوا عليها. اليوم قالوا لي يا ماما الله يوفقك خدينا على القلعة شوفينا اياها. قلت لها لا يا ماما العين بصيرة والايد قصيرة، ما فيني اخذكم والاجر غالي. بعد ما سكرت هاللايف بدق لي صبية بتقول لي مرحبا يا زهرة. قلت لها اهلين. بتقول لي حابة اعزمك انت والولاد على الغداء. لك قلت لها الله يسعدك ويرزقك بس والله انا بيتي كتير بعيد عن حلب وبدي انزل على حلب هذا كله، يعني بدي اتكلف عليه واجار الطريق. قالت لي مو مشكله. قلت لها كفو منك. حملت حالي لبست هالولاد وجبنا سربيس ونزلنا اخذنا السربيس طلب من ريف حلب لحلب. واشتريت بطاطا للولاد وكل الطريق الولاد مبسوطين ومطاير عقلهم مو مصدقين. بيقولوا لي يا ماما هاي حلب. بقول لهم هاي حلب. بشكل عام عجبتهم بس النظافة فيها يقولوا لي يي يا ماما كتير كتير فيها نشاح. قلت لهم ما بيأثر بكرة ان شاء الله بتنضف وبتزبط. انا نازله قلت يلا لا اصور لكم فيديو انا نزلتكم على حلب. شفتوا طريق حلب وهون هذا فندق الامير. دقيت يعني انا رايحه بايش؟ رايحه بدي احكي مع المخلوقه اللي بدها تعزم الاولاد على العشاء. طبعا العشاء مو بمطعم لا بدي اجيبه واجي فيه على البيت. وصلنا لهنيك ندق لها ندق لها ندق لها ما عاد ردت علينا. قلت عادي كل واحد بظروفه عذره معه. كمشت هالولاد وقلت له لا بالسرفيس رايح ورايح اجارك محفوظ خدنا على قلعة حلب. على اساس انا كنت اخذته بس لوين؟ لدوار يعني لا عند ساحة الجامعة. المهم شو بدي احكي لكم والله الاولاد انبسطوا وغيروا جو كتير كتير كتير. اخذتهم على قلعة حلب بس كانت القلعة مسكرة. فقلت بدي اشوفكم شوارع حلب. هي باب هي ساحة باب جنين هدول للمغتربين اللي حابين يتفرجوا على سوريا. هي سوريا. سوريا حلوة بس واقعة صعب ومر. هي هون دوارة السبع بحرات. قلت لهم هي دوارة السبع بحرات. انا كنت متخيلتها بحرات جنب بعضهم واحد اثنين هيك سبع بحرات. طلعت سبع بحرات شلال بالنص وعاملين سبع دويرات سبع بحرات. بس بشكل عام يا جماعة بدي أقول لكم شغلة. أنا وقت نزلت على هذا البلد وقت كنت عم بسجل أولادي من كذا شهر ما كان هيك. يعني ما شاء الله كل ما له الوضع لأحسن. عرفت شلون؟ وهذا جمع سيدنا زكريا عم يترمم. وهون جينا لكم على القلعة. ايش قد ما انا حلوة وش قد ما هيك بتنبسطي بشوفتها بس كمان بتشوفي البيوت حواليها المدمرة قلبك من جوا بيوجعك. ليكوا الجامعة كيف مهدود البيوت حواليها كلها مهدمة. المهم هون كانت عجقة كتير بما انه اليوم جمعة. شايفين القلعة كانت مسكرة وهون العالم الشباب طبعا شوفوا كيف عم ينزلوا من القلعة وعم يطلعوا عليها. والله شي بيقطع القلب. وكتير في ولاد بعمر يزن الله يحميه يا رب. عن جد يعني لازم الأم شوي تهتم لأولادها. يعني كلهم أطفال بعمر ال 14 15 سنة ليكوا حالتهم شلون عم ينزلوا شلون عم يطلعوا. والله العظيم قلبي خاف عليهم. يعني لا سمح الله لا سمح الله تخيلوا واحد يقع شو بيصير فيه. المهم هذا المنظر وقت شفته انا فكرته كله بني ادمين وقف قلبي. شوي بتقلي شوي بقول لك لا لا هذا طلع اكياس نايله. وهون وقت وصلنا قلت له لا بالسيرفيس الله يوفقك بس بنزل الاولاد 5 دقايق وبرجع. قال لي مو مشكله اختي نحسب عليك المشوار ونحسب لا تخليها بنفسكم. قلت لهم يلا يا الاولاد امشوا على اساس نفوت على القلعه. طلعت هون وقت مشينا لقينا القلعه مسكره. والله ما اجى من قلبي انه اجي اوصل الاولاد مع انه يعني مصراتي على قدم يعني ما معي يعني معي اجار الطريق ما في. اجت هون نور جود عم بتقلي ماما اشتري لنا. قلت لها روحي هلا روحي. والله العظيم ما اشتريت لهم. وانا راجعه قبل ما اوصل على السربيس قلبي وجعني عليها. والله وجعني كتير. هن يطلعوا على ابو الغزل البنات وهن يطلعوا على ابو البشار. قلت لهم بشار انا دوم بعملكم بالبيت تعالوا اعملكم غزله اجيب لكم غزله. اشتريت لهم غزله. هون شوفوا يا جماعه المنظر بيوجع القلب. شايفين هذا كله مدمره. الله يقرف عمره اللي كان السبب. هون الاولاد اشتريت لهم غزله ما لهم قلب ياكلوها. وهون نحن راجعين على البيت مرقنا بالحارات لانه عصينا يعني هي قفل قلعه. عرفت شلون؟ مرقنا بالحارات وصرت اصور لكم. على فكره هون ما في مطر ولا في شيء بس هي الميات يعني كلها من كلها ما بعرف مجارير ما بعرف ايش مكسور ما بعرف. بتعرفوا شغله يعني والله العظيم شغله سوريا بس بدها وحده شغله وحده. بدها توعية الشعب. توعية الشعب لشيء اسمه النظافة. يعني هي اللي بتشكي منها. بتعرفوا إذا الشعب هيك كل واحد بحط مسؤولية على عاتقه إنه وين ما يروح ما يكب وسخ. والله العظيم بدها تقلب أوروبا. بس للأسف هاي الشغلة اللي يفتقر فيها الشعب
انه شو، انه النظافة يعني ما شرط، لا بدك مصاري ولا بدك، بس كل واحد يكنس قدامه والكوسخ يكبه بالمكان المخصص له. المهم هون طبعا الاولاد كانوا عم بيتفرجوا وكانوا مصدومين بكمية الدمار. وهون بعد ما خلصنا تقريبا نحن راجعين تقريبا عند المغرب، يعني وصلت على البيت تقريبا على الساعة 5 كنا بالبيت، يعني ما طولنا. هذا دوار الموت، كان اسمه دوار الموت، حاليا اسمه دوار بوابة الأمويين يمكن، لا دوار الأمويين لا بوابة الأمويين، مهم ما عرفته. بس عن جد صاير كتير حلو بجنن. ما شاء الله حركة عمار قوية، يعني عم بيرمموا وعم بيصلحوا. وإن شاء الله هالإصلاحات والترميمات بتشمل جميع سوريا، قرى والمدن والضياع. والله يسعد قلبكم، لا تنسونا من لايك